اي مخلل عندك بيبقى اساسه الهريسه بتاعه الشطه، واساسيه لكتير من المخللات. تتبيله البتنجان، الطماطم، بتدخل برضو في اكلات تانية كتير. وبعض السلطات هنعملها النهارده بطريقتين مختلفتين، تقدري تحتفظي بيها في التلاجة لمدة طويلة جدا، وطريقة كمان تقدري تحتفظي بيها في الفريزر لمدة سنة وسنتين. وهقول لكم ايه هي المادة الحافظة اللي هتخلي الهريسة بتاعتنا نقدر نحتفظ بيها لمدة طويلة جدا. احنا لما بنروح السوبر ماركت نشتري برطمان هريسة صغير بيبقى مكلف وبالشيء الفلاني، فانت هتعمليها في البيت بطريقة سهلة. خليكي معايا بس كده وشوفي التكات والخطوات، هنعملها احسن واوفر وانضف من انك تشتريها من بره. انا عندي هنا الكمية دي تحسوا ان هي كتيرة، بس هي ما شاء الله 2 كيلو بس. يعني 2 كيلو عملوا لي بطرمانات، حوالي 5 بطرمانات. كمية حلوة جدا، وبطرمانات مش صغيرة. هتشوفوا معايا الفلفل الاحمر دلوقتي في منه اللي هو الطويل ده بيكون اشد حرارة من الفلفل اللي هو الاحمر اللي هتلاقيه صغير كده قد الصباع. فناخد بالنا بقى يا حبايب قلبي ان احنا واحنا بنظبط وبنعمل الهريسه لازم نكون لابسين جوانتي. من غير جوانتي لا قدر الله هو بيبقى حامي جدا جدا على الجلد، فما ينفعش ان انتي تشتغلي في الهريسه من غير جوانتي. تقدري برضو لو انتي مش حابه الموضوع يبقى حار جدا معاكي تجيبي الفلفل الرومي الاحمر وتعملي ميكس بين الفلفل ده الحار والفلفل الحلو الاحمر، هيبقى الحرارة بتاعته اهدى شوية. زي ما انتوا شايفين بقى خدت الكمية بتاعتي ونقعتها شوية كده تحت المية، وبدأت اغسل الفلفل بتاعي وهشيل العنقود بتاعه الاخضر ده. زي ما انتوا شايفين بصوا بيتشال بسهولة جدا، يعني بايديكي كده هتقطميه هيتشال معاكي بسهولة جدا. بغسل واشيل العنقود الاخضر، بيتشال بمنتهى السهولة معايا، مش بسكينة ولا حاجة. كده خلصت الكمية بتاعتي، غسلتها وصفتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده بقت زي الفل. هبدأ بقى اقطع الفلفل بتاعي، وزي ما قلتلك وبنبه عليكي علشان انتوا اخواتي وحبايبي، اياكي تنضفيه او تتعاملي مع الفلفل من غير جوانتي. هبدأ بقى اقص الكمية بتاعتي، طبعا قصيها بالمقص هيكون اسهل بكتير، واحنا بنقصها علشان خاطر واحنا بنضربها في الكبة تتضرب معانا بمنتهى السهولة. هبدأ امسك كل فلفلاية واقصها زي ما قلت لكم علشان تتضرب معايا بسهولة جدا في الكبة، وما تتعبنيش في الضرب، ويبقى ناعم كده ويبقى حلو معايا. خلص بقى الكمية كلها وارجع لكم تاني. كده خلاص انا قصيت كل الكمية بتاعتي بتاعت الفلفل زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى ادخل في المرحلة التانية. بصوا انا هنا بوريكم الجوانتي، بصوا كل اللون اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم انت لو قربتي وشك شويه من ايديكي حتى بالجوانتي هتحسي ان وشك بيحرقك، فخدوا بالكم الله يبارك لكم. هنعمل بقى اول طريقه وهي طريقه سهله جدا جدا. هاخد ربع كميه الفلفل اللي معايا وهحطها في الكبه، وهنزل عليها بمعلقتين كبار من الملح ومعلقه كبيره من السكر. وهنا السكر هو ماده الحفظ بتاعتي، وكمان هضربهم بقى كويس جدا جدا وانعمها معايا خالص. طريقه سهله جدا وبسيطه ما خدتش مننا اي وقت خالص. معلقتين الملح ومعلقه سكر كبيره، اهم حاجه بس نعميها كويس جدا. هتدخل بقى معانا في اكلات كتيره جدا، المكرونه او اي صلصه مسبكه كده للطبخ، بس اهم حاجه طبعا تكونوا بتحبوا الاكل يكون سبايسي شويه. بصوا بقى احنا عملناها ناعمه جدا زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى برطمان ازاز وهغلفه كده بطبقه بسيطه من الزيت. طب هو ينفع برطمان بلاستيك بدل الازاز يا بيبو؟ ينفع، بس طبعا الافضل ان البطرمان يبقى ازاز. اي برطمان ازاز عندك، برطمان مربى، برطمان عسل، اي برطمان اغسليه كويس واحتفظي بيه، بينفع في الاوقات اللي زي دي. حطيت انا طبقه كده بسيطه زي ما انتوا شايفين من الزيت، وهبدا انزل بالهريسه بتاعتي. واهم حاجه فعلا تكون ناعمه، يعني ما ينفعش ان انت تكوني مش ضاربه الفلفل كويس، مش تبقى حلوه خالص. كده خلاص الكميه بتاعتي اللي انا خدتها دي بقى انا هحتفظ بيها في التلاجة.
اخد منها في اي وقت. زي ما قلت لكم صلصة مكرونة، اي صلصة بتسبكي لها للطبخ، او اي معلقة على اي طبخة بتدي طعم حلو جدا. مع البامية كمان بتدي طعم رهيب. وعلشان هحتفظ بيها في التلاجة فهحط لها طبقة كده بسيطة من الزيت، وهقفلها واشيلها. بس كده متقلقيش، هتقعد معاكي مدة طويلة جدا من غير ما طعمها يغير، من غير ما لونها يغير، هتستخدميها كأنها فريش. تعالوا بقى نعمل الطريقة السهلة، ودي الطريقة اللي انا بعتمدها من سنين، وبتنفعني جدا جدا في المخللات والتتبيلات. هجيب باقي كمية الفلفل اللي موجودة معايا، وطبعا عشان هي كمية اكبر من الكبة شوية فقسمتها على 2. هضيف معاها ايه بقى؟ هضيف معاها حبة فصوص توم حلوة كده زي ما انتوا شايفين، يعني حبة مش صغيرة، دي في توم كده حبة حلوين. لان زي ما قلت لك التتبيلة دي للمخللات، البتنجان، الطماطم، اي مخلل تقدري تحطي من التتبيلة دي للسمك. وهضيف معلقتين كبار من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر. وزي ما قلت لكم السكر عندي هو المادة الحافظة للهريسة بتاعتي. وكمان هضيف بقى معلقة كمون، التتبيلات بتحب الكمون يا جماعة، فزي ما قلتلك هتنفع لتتبيلات كتيرة جدا. يعني عاملة بتنجان مخلل يا دوبك تطلعي من الهريسة دي وتحشي على طول. وكمان هضيف معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة. بس كده زي الفل. دي معلقة السكر الكبيرة، يبقى احنا حطينا معلقتين ملح كبار، ومعلقة كزبرة كبيرة ناشفة، ومعلقة كبيرة من الكمون، وكمان معايا معلقة كبيرة من الخل، ومعايا كمان عصير ليمون حوالي 4 ليمونات للكمية بتاعتي. عصرت ليمونتين على الكمية دي، وبقية الكمية برضو هعصر عليها الليمونتين التانيين. تدي طعم حلو جدا الليمون مع الخل، اصلا اساس التتبيلات الليمون مع الخل، فلازم نحطها على الهريسة. كمان ده المادة الحافظة مع السكر اللي هتخليني احتفظ بيها فترة طويلة جدا، سنة وممكن اكتر من سنة في الفريزر. كل ما هطلع واستخدمها مش هيغير لونها او طعمها. بس كده ضربتها بقى ضربة حلوة جدا، وهبدأ احطها في بطرمانات ازاز عندي. بس الطريقة دي بقى احنا هنحتفظ بالبطرمانات دي في الفريزر، فمش محتاجة ان انا احط لها طبقة من تحت من الزيت ومن فوق. احنا هننزل على طول الهريسة في البطرمانات وهنقفلها كويس ونحتفظ بيها. وقت ما تحبي بقى تستخدميها هتطلعيها طبعا قبلها تفك شوية، مش لازم تبقى تفك خالص وتسيح، وتاخديه على قد ما انت عايزة، على قد الاكلة او التتبيلة بتاعتك، وهتحطي الباقي في الفريزر. وزي ما قلت لكم طبعا يعني هو يستحب البطرمانات الازاز احسن من البلاستيك. البلاستيك هتلاقي اللون طبع من جوه، وبتغير كمان طعم الاكل ومش صحيه. اي بطرمان ازاز عندك يفضى اغسليه كويس وشيليه، بينفع في الاوقات اللي زي دي. كده بقى دي الطريقه التانية بتاعتنا. هقفل كويس قوي البطرمانات وهحتفظ بيها زي ما قلت لكم في الفريزر. خلصت وصفتنا النهاردة، عملنا مع بعض الهريسة، داخلة في أكلات كتيرة جدا وفي التتبيلات وفي المخللات. اعملي بقى الهريسة بالتكات اللي احنا مشينا عليها دي خطوة بخطوة وهتدعيلي.